السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيدة بلقياكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة جديدة وشهيوة، اللي كنتمنى انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. فطائر كيجيو رائعين بزاف بزاف ولذاذين بزاف. تبعوا معايا الفيديو للاخر، ما تنسونيش من لايك ونبداو على بركة الله. غادي نحتاج في المقادير الدقيق القمح الكامل مخلط مع الفورص. غادي نغلب القمح على الفورص، الملح والخميره ديال الدار، الخميره المعجونه ديال الخبز. غتجي الطريقه ديالو بحال البطبوط، بحال كنعجنوا البطبوط عادي جدا. غادي نجمع العجين بالماء دافئ، من بعد ما كنجمعها كنخليها واحد شويه شاده في راسها، ما تكونش مرخوفه بزاف جاريه وما تكونش تاني قاصحه بزاف. كندلكها بالكف ديالي مزيان صافي ونغطيها هكذا حتى ترتاح مزيان. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج البصله قطعتها هكا، ممكن تستعملوا بصله عاديه، انا استعملت بصله حريف كتجي لذيذه، قطعتها هكذا قطع صغيره. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج الملح والتحميره والابزار سكنجبير والخرقوم كذلك، كل شيء معلقه صغيره. غادي نستعمل الزيت الزيتون هكذا صافي، وغادي نخلط هاد المكونات هادو، غادي نوضعهم على النار باش طيح لي ديك البصله طيب بهذا الشكل هذا. المهم كنحركها مزيان حتى تنسجم لي ديك التوابل كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نخليها جانبا، ما غنضيفش ليها الماء دابا حتى تطلق الماء ديال البصله. عاد الا نشفات ليا غادي نضيف شويه ديال الماء يكون طيب، ونخليها حتى طيب على خاطرها مزيان مزيان. من بعد ما ارتاحت ليا العجين كيف كتشوفوا ضاعف الحجم ديالها. دابا غادي ناخذها وغادي نخرج منها كويرات بحال هكا كيف قلت لكم، بحال البطبوط تماما، بحال كتصايبوا البطبوط. خرجت ليا 4 ديال الكرات متوسطين الحجم. صافي من بعد ما خليتهم واحد شويه ارتاحوا باش يسهل معايا في الطلق هكا، رشيت سطح العمل بالدقيق وغادي نسرحهم بالمدلك على شكل بطبوطات. 4 ديال البطبوطات تخرج ليا بهذا الشكل هذا. صافي غادي نخليهم حتى يخمروا، وغادي نكمل الحشوه في التحضير ونرجع لكم من بعد. من بعد ما طابت ليا البصله بهذا الشكل هذا ونشفات من الماء، كنخليها حتى كتنشف مزيان. غادي نحتاج الحشوه كذلك لانشون حكيتو بحكاكه الغليظه، وعندي الطون 2 علب ديال الطون اللي كيكونوا ديال بلاصوص طوماط بهذا الشكل هذا كيجيو زوينين ولذاذ. غادي نضيفهم البصل وغادي نضيف كذلك لانشون. انا كنخلط الحشوه كامله مره واحده، ما كنخليهاش مفرقه بحال هكا حتى كينسجموا العناصر وكتجي لذيذه. غادي نحتاج كذلك الخس والفرماج المربع، الجبن المربع اللي خاص بلي ساندويتش هكذا حتى هو غادي نحتاجو نعمر به. هاد الحشوه كتبقى اختياريه كيف قلت لكم، ممكن تستعملوا الكفته بلاصه الطون، باش ما بغيتو تعمروهم كتبقى الحشوه اختياريه. هذا كاقتراح، وكل واحد اشنو كيكون متوفر عنده. كاين اللي كيبغي يدير الفلفله كذلك، على حساب نتوما اشنو بغيتو. المهم الخس غادي نعاود نقطعو مزيان قطع صغيره، حيت الخبيزات او الفطائر اللي غندير غيكونوا صغارين الحجم ديالهم. خليت الزيت سخن مزيان وخديت الخبيزات هنا من بعد ما خمروا كيف كتشوفوا بهذا الشكل. غادي ناخذ هذه القطاعه الخاصه بالبيتزا وغادي نقطعهم ل8 القطع. كل خبزه غادي تخرج ليا 8 ديال الفطائر. اقتصاديه هذه وكتجي بنينه ولذيذه بزاف بزاف. هاد الفطائر صدقوني الا جربتهم ما غاديش تندموا عليهم. كيف كتشوفوا كل خبزه خرجت ليا 8 ديال القطع. من بعد ما سخن الزيت مزيان غادي نحطهم هكذا الوسط ونخليهم يتقلاو وحتى ياخذوا اللون الذهبي. اول ما كنحطهم كناخذ واحد الملعقه وكنبقى نرش عليهم الزيت هكا ونكبو عليهم من الفوق باش كيتنفخوا. هذا هو السر ديالهم، باش كيتنفخوا كاملين غيجيكم مهويين وخاويين من الوسط باش يسهل علينا اننا نعمروهم. من بعد ما يتنفخوا مزيان صافي، اول ما كيتنفخوا كنقلبوهم للجهه الثانيه باش يتحمروا من الجهتين. كيف قلت لكم خاصهم ياخذوا اللون الذهبي. كيجي رائع وزوين بزاف وكيجيو حتى لذاذ حيت فيهم دقيق القمح. كيف كتعرفوا كيكون هو بنين. هنا موجد
شبيكه هكذا باش نصفي فيها هاد الفطائر من بعد ما يطيبوا. اول ما كيطيبوا كنحطهم في هذيك الشبيكه باش يتصفاو مزيان من الزيت. هما راه ما كيجيوش شاربين الزيت نهائيا، غير كنديرهم في الشبكه هكا باش حتى الا كان فيهم شويه زيت كيهبط. من بعد ما طيبتهم كاملين بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا اللون ديالهم كيجيو لون موحد ومحمرين مزيان. هاد الفطائر كيجيو بدون فرن، يعني كيجيو دغيا دغيا كيوجدوا ساهلين في الدقائق الاخيره. ممكن انكم توجدوه. الفرomاج قطعته على 4، وكذلك الخس كيف قلت لكم في الاول انني غنقطعه قطع هكا باش يجيني في الفطائر هكا من الوسط. حليتها هكا من الوسط كيف كتشوفوا كلها خاويه محلوله بوحدها، غير فتحتها صافي. غادي ناخذ واحد القطعه ديال الخس هي الاولى هكا ونخليها شويه باينه هكا شويه من الفوق. غادي ناخذ واحد القطعه ديال الجبن. كيف قلت لكم انا قطعته على 4 هكا حيت الفطائر كيجيو صغيورين. قطعته على 4 ونخشي وحده هكذا الوسط بهذا الشكل هذا، وناخذ الحشوه نعمر بها فطائر من الداخل. كيجيو رائعين واقتصاديين وساهلين، كيوجدوا في الدقائق الاخيره. ما كياخدوش وقت طويل نهائيا، دغيا دغيا. المهم غادي نعمرهم بهذا الشكل هذا. غادي نفتح واحده اخرى ونعاود معكم نفس الطريقه، راه ساهلين. ناخذ الخس وكذلك الجبن، ومن بعد منه غادي ندير الحشوه. صافي ما غيدخلوا لا الفرن لا حتى شي حاجه. كيتقدموا بهذا الشكل هذا كيجيو زوينين. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر في التعاليق. اللي جربتهم تخلي لي تعاليق، ولا ممكن تخليو لي اقتراحات ديالكم ديال الوصفات في الانستغرام. غنخليه لكم في اسفل الفيديو، ممكن تصوروا لي الاقتراحات ديالكم كذلك كنبارطاجيهم في ستوري. غادي نستمر حتى نكمل الفطائر كاملين اللي عندي بهذه الطريقه هذه ونوريكم الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كيف كتشوفوا كيجيو رائعين بزاف بزاف. كنتمنى يعجبوكم ونال الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش من اللايك وكذلك بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات رمضان. وعواشركم مبروكه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.